ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضنا النوتيلا، حاجه جميله وكله بيحبها، الكبار والصغار بيحبوها. ودايما طبعا اطفالنا عايزين نشتريها من بره وهي غاليه، وطبعا المكونات بتاعتها شويه ما بتكونش امنه على الاطفال. ليه ما نعملهاش في البيت وبطريقه سهله وسريعه، والمكونات بتاعتها بتكون صحيه وامنه على اطفالنا. بالنسبة للنوتيلا اللي احنا بنشتريها من بره، بيكون فيها من اضافاتها زيت النخيل. وزيت النخيل ده انتوا عارفين كويس ان هو شيء ضار خالص علينا وعلى اطفالنا. فالاحسن ان احنا نعملها في البيت بمكونات. وقبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله، واول مكون معانا بيكون نص كوباية من السكر البودر، وكمان 100 جرام من البندق، ونص كوباية من الكاكاو، وربع كوباية من الزيت. ودي المكونات اللي احنا هنستخدمها في النوتيلا. في اضافات تانية هنحطها في النوتيلا بس هنشوفها مع بعضنا في التصوير. اول حاجة جبت طاسة وجبت البندق، طبعا هو البندق ني مش مستوي يعني مش محمص. هنسوي البندق شوية على النار لو كان مش مستوي. طبعا في اماكن بتبيعه مستوي محمص جاهز، بس اللي كان معايا انا ما كانش مستوي، فطبعا حبيت ان انا احمصه شوية. طبعا لو مش متوفر معاكي البندق ما فيش اي مشكلة، ممكن تستبدليه بكيس نسكافيه بطعم البندق، بيديكي نفس الطعم ونفس الريحة. وكمان لو مش حابة تحطي كيس نسكافيه بطعم البندق، في بديل تاني ممكن تستخدمي مكسب الطعم اللي هو بيكون بطعم البندق، ده برضو حلو وجميل وبيدي طعم حلو للنوتيلا. خلاص انا كده حمصت البندق زي ما انتوا شايفين وشلته من على النار وحشت القشرة من عليه، وكده جاهز ان احنا نبتدي اول خطواتنا في النوتيلا. اول حاجة هنعملها جبنا الكبة وضفنا البندق، وهنبتدي نطحنه كويس جدا جدا، مرة واتنين وتلاتة لحد ما نشوفه خلاص اتطحن كويس معانا. ولو شفتي شكل البندق لسه ناشف مش مطحون كويس، ضيفي معلقة من الزيت على البندق وطحنيه مرة تاني لحد ما تشوفي شكله وقوامه وملمسه زي بالظبط الطحينة. انا برضو ضفت معلقة من الزيت عشان تسهل معايا الطحن وتجيب لي الملمس او القوام اللي انا عايزاه. وكده خلاص وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي نضيف المكونات التانية، ربع كوباية من الزيت، والزيت بيكون نوع كويس وانتي عارفاه وبتستخدميه ببيتك وآمن على اولادك. تاني خطوة معانا بيكون معانا نص كوباية من السكر البودر بنضيفها، وكمان ذرة من الملح، يعني حاجة بسيطة لا زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسيطة خالص خالص. وكمان بنضيف نص كوباية من الكاكاو الخام، وبنضيف نص معلقة من الفانيليا. وخلاص كده ضفنا كل المكونات اللي معانا، وهنبتدي نضربها كويس، نضربها مرة واتنين لحد ما نشوف الملمس والقوام معانا وصل لحد فين. على فكرة ممكن تعملي النوتيلا في الخلاط او مثلا في الكبة او في الهاند بلندر، ممكن تعمليها في اي حاجة يعني من الحاجات دي هتنفع معاكي. وده كان قوامها معايا في الكبة، لكن حسيت ان لسه برضو قوامها ما ظبطش معايا، فقلت ان انا اخد الخليط كله بتاع النوتيلا واضربه مرة كمان في الخلاط عشان اوصل للقوام والنعومة اللي انا عايزاها في النوتيلا زي اللي بنشتراها من بره. وطبعا تكوني مجهزة البرطمان او الحاجة اللي هتحطي فيها النوتيلا. شايفين القوام بتاعها ولونها بتلمع وقوامها جميل وريحتها حلوة، حاجة يعني جميلة جدا وحاجة امنة لاولادك. وبالنسبة للطعم ما شاء الله جميل جدا، هيعجبهم ان شاء الله. وبالنسبة لطعم البندق عادي زي ما انا قلتلك، ممكن تستبدليه بمكسب الطعم او بالكابتشينو اللي هو بطعم البندق، او النسكافيه بطعم البندق. كل ده هيديكي البديل بتاع البندق، وهتكون طعمها حلو وجميل. وعلى فكرة في ناس بتعملها بالفول السوداني برضو جميل جدا وطعمه حلو. وده كان شكلها قبل ما ندخلها التلاجة، والوقت انا بغطيها وهسيبها شوية في التلاجة. انا ما سبتهاش كتير في التلاجة، وطلعتها يمكن يعني اقل من نص ساعة، وحبيت اشوفها واجربها طبعا على التوست. زي ما انتوا شايفين بتنفرد معايا بكل سهولة وما فيهاش اي كتل، وجميلة وفيها لمعة بالظبط زي الجاهزة اللي انت بتشتريها من بره. يلا بقى لو عجبتك الوصفة جربيها وقوليلي رأيك فيها ايه واكتبيلي في الكومنتات. وطبعا جت اللحظة اللي انا لازم ادوق فيها النوتيلا واقول لكم رأيي فيها ايه بالظبط. وما تنسوش يا جماعة ان احنا عاملين النوتيلا من ربع كوباية زيت،
يعني كمية الزيت اللي فيها مش كتيرة، مش زي ابدا اللي احنا بنشتريها من بره، وبيكون الزيت بتاعها زي ما قلت لكم زيت نخيل، يعني بيكون مضر على صحتنا احنا واولادنا. وكمان كمية الزيت ما بتكونش بسيطة، يعني كمية الزيت اللي بتتحط في النوتيلا اللي بره كتيرة، مش ربع كوباية زيت، لا بتبقى كميات كبيرة. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص والوصفة خلصت، ويا رب اكون فدتكم، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة.